السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حرشه بلا سميده كتجي رائعه وسهله في التحضير. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير هي كالتالي. كنحتاجوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الحرشه يعني بلا سميده. غادي نحضرها معكم بالفينو ديال هذاك الدقيق، القمح ديال الخبز اللي كنعجنوا به الخبز. كتجي به الحرشه زوينه بزاف، ويعني ما الواحد لما كانش عارف ما يفرقش ما بين الحرشه ديال السميده والحرشه ديال الفينو. انا هنا استعملت 4 ديال الكيسان ديال الفينو ديال يعني بالعبر بكاس ديال العنبه، تقريبا نص كيلو 500 غرام. عندي هنايا 4 كاس ديال زيت المائده، ولا بغيتو ديروا زيت الزيتون ديروه يعني ماشي مشكل، غير زيت الزيتون شويه كيبس الحرشه. معلقه صغيره هنا عندي ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، يعني معلقه غير مملوءه يعني ما عمرش بزاف. صافي كنخلط داك الزيت مع داك الفينو وداك السكر، كنبسبسهم مزيان، كندخل داك الزيت في داك الفينو مزيان حتى كيتشرب داك الفينو كيتشرب داك الزيت. ضروري من هذه المرحله عاد نبداو يعني نخلطوا هذه الحرشه ديالنا. صافي انا من بعد عفوا، من بعد ما بسبس داك الفينو مزيان، دابا غادي نقص واحد الكميه قليله. انا غادي نوريكم شنو غادي ندير بها. صافي في هذه اللحظه غادي نزيد باقي المكونات. غادي نضيف الملح كيبقى ديما على حسب الذوق، وهذه نزيد خميره ديال الحلويات 8 غرام ولا 7 غرام، ولا يمكن لكم ديروا ملعقه صغيره. وغادي نخلط هاد المكونات كلهم مع بعض مزيان حتى ينسجموا مع داك الفينو يعني مزيان. ما تبقاوش يعني فاش نجيو ناكلوا الحرشه ديالنا ما نحسوش بداك من الملحه يعني بوحدها ولا السكر بوحدها، يعني كل المقادير كلها خصها تنسجم مع بعض. هنا صافي من بعد ما خلط داك عفوا المكونات كلهم مع بعض. غادي نضيف دابا الماء. بالنسبه للماء غادي نضيف 2 كيسان ديال الماء، يعني عادي يعني من نص صنبور عادي، يعني ما سخون ما خصوش يكون سخون، يعني ماء بارد عادي. صافي هنايا من بعد ما خلطت هنا الحرشه ما كنعجنوهاش، غير كنخلطوها. نحاولوا انكم ما تدلكوهاش، لان الحرشه ما كتسدلكش، كتجمع غير بالاطراف ديال الاصابع. ولا شفتوها بحال هكا خفيفه ما تخافوش، خليوها جانبا واحد شويه راه كتشرب يعني وكتجمع راسها. غادي نخليها كترتاح جانبا، وغادي ندوز نحضر المقله ديالي. بالنسبه للمقله غادي ندهنها بالزبده، وإلا ما كانتش متوفره الزبده يمكن لكم تضيفوا يعني دهنوا المقله ديالكم بالزيت. وهذه هي داك الفينو اللي الخليط اللي نقصت قبيلات. غادي نرش به المقله ديالي باش الحرشه ديالي يعني ما تلصقش في المقله. كنرش بها يعني مزيان، كنحاول يعني نرش المقله ديالي كلها فاش كنجيو نقلبوها ما كت يعني ما كتلصقش. وهذا الخليط بحال هكا راه كيخلي داك الفينو كيرجع بحال السميده. كيخلي ديك الحبه ديال الفينو كتشرب داك الزيت، وكتجي يعني كتجي بحال السميده. فاش كنجيو نقرصوها كتجي يعني بحال الواحد يقول راه مقرصها بالسميده. صافي هنا من بعد ما ارتحت ديك العجين ديال الحرشه يعني كما كتلاحظوا راه شرب. صافي هنايا ديك اللقطه فاش كنت كنقرصها تمسحات لي ما عرفتش كي دارت مسحات. صافي هنايا ديك عاوتاني ديك الباقي اللي نقص من الخليط الاول هو باش قرصت دابا السميده الحرشه ديال عفوا الحرشه كنقرصوها مزيان، ونحاولوا ما نقرصوهاش بالصبعان ديالنا باش ما يبقاوش داك الصبعان هكاك مرشومين في الحرشه. فاش كطيب كتبقى باينه كالصبيعات هكا يعني مرشومين في الحرشه. صافي بعد ما قرصت داك الحجم اللي بغيت انايا كنشد واحد الملعقه وكنجمع الجوانب ديالها كلهم بالمعلقه باش كتجمع لينا وكتجي يعني في واحد الشكل جميل. صافي غادي نستمر عليها بحال هكا كامله حتى نقادها كاع كلها. صافي من بعد ما قرصتها كنشعل البوطه ديالي وكنقص عليها النار تكون مهيله.
يعني مش يعني متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف باش ما تجيكمش يابسه. وبالنسبه للمرحله الاولى فاش كنحطوها المره الاولى ما تنحطوش المقله ديالنا، يعني ما كتجيش في الوسط، كنحطوها بحال هكا جنيب. الا حطينا بحال هكا جنب راها كتحمر كلها في دقه واحده. اما الا حطينا المقله في الوسط، يعني في الوسط ديال البوطه، راه ما كتحمر لهنا غير من الوسط، والجوانب كيبقاو ما محمرينش، يعني كتعذبنا هكاك في التحمار. يعني الا حطيناها هكا غير في الجنيب راه كتجي كلها تحميره وحده. ما كنبقاوش نصدعوا راسنا نقلبوها هكا ولا هكا باش تحمر، كتحمر في دقه واحده. وفاش كنقلبوها المره الثانيه راه كنحطوا المقله ديالنا، يعني كتجينا هكاك في الوسط. وباش كنعرفوا الحرشه ديالنا راها طابسه كنحركوها بيدينا بحال هكا كنعرفوها راه تحمرات. انا غادي نقلبها معاكم وتشوفوا يعني تحمرت في دقه واحده، يعني ما كت يعني ما كتعذبيش معاها. هانتوما كما كتلاحظوا كتاخذ لون واحد. فاش كنحطوا المقله ديالنا ديما في الجنيب في المره الاولى كتحمر كلها في دقه واحده. هذه راه السر من الاسرار ديال الحرشه. ودابا فاش غادي نبغي فاش قلبتها غادي نحطها في الوسط، يعني الحرشه ديالي غادي تجي في المقله في الوسط، باش عاوتاني هكايا تتحمر في دقه واحده، ما نبقاش نقلب مره هكا ومره هكا. صافي كنخلي الحرشه ديالي بحال هكا ونتلاقاو في طبق التقديم. صافي هنا هي الحرشه ديالي من بعد ما طابت كما كتلاحظوا كتجي لون واحد وما كتعذبنيش في الطياب، ما كنبقاش نقلب واش نقلب فيها. يعني غير تبعوا آه، لهاد المراحل اللي شاركت معكم تجيكم واحد الحرشه زوينه بزاف. وانا يمكن لكم تقدموها مع العسل ولا مع اي حاجه نتوما كتبغيوها. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. مع السلامه.